بصوا بقى الحركة دي. بصوا بقى الفطير ده مش رقاق، ده فطير. بصوا الجمال. مش كل اللي عمل بقى رقاق يقول انا عملته رقاق، مش زي بتاعنا ده. رقاق من الاخر، اخر جمال واخر حلاوة. ايه رأيكم؟ بصوا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية تكونوا على عرفات ان شاء الله، ومحققين كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل صينية رقاق. طبعا العيد ما يعديش من غير صينية رقاق. دي ايه؟ دي اللي معايا دي شوربة اي حاجة عندك بقى، بس تكون شوربة حلوة سمينة كده، وعليها كوباية لبن. اللبن اللي لقيته قاطع عملت فيه ايه؟ ما رميتوش، رحت ضرباه في الكبة بقى كده، رحت حطيته على البتاع، ظبطت الملح والفلفل. ومعايا هنا الصينية اللي انا هعمل فيها، حاطة فيها معلقتين زيت كده حلوين كده اهو، ما حطيتش سمنة تحت، ومعايا سمنة سايحة، ومعايا طبعا اللحمة المفرومة، ومعايا الرقاق بتاعي. هنشوف بقى هنعمل ايه. بصوا بقى، انا صورت بس ايه، ما تصورش التليفون، ما صوروش يعني، معاند معايا. عملت ايه؟ حطيت انا وريتكم الصينيه الاول من دهنتها زيت عشان السمنه بتلزق وما نعرفش نطلعها. حطيت زيت، وبعدين حطيت الرقاقه، بليتها في الشوربه واللبن اللي انا وريته لكم في الاول، وبقيت احطها واحط عليها معلقه سمنه لحد ما حطيت 4 رقاقات من تحت. وبعد كده حطيت ايه الحشوه بتاعتي اللي هي اللحمه المفرومه بالجزر بالفلفل بالطماطم بالبتنجان اللي انا عملته بيها، كان جميل جدا جدا، حشوه خطيره. هنكمل بقى وهوريكم بقى هنعمل 4 طبقات تاني فوقيها، نشوف بقى هنعمل ايه. معايا الرقاقه اهي ببلها في الشوربه. انا قلت لكم الشوربه ايه، ما تكونش سخنه قوي ولا باردة، دافيه، عشان ما الصينيه ما تتعجنش منك، تطلع مورقه كده وجميله. نحطها كده، معلقه السمنه، نكمل حته من هنا، مش مستحمل، مش مهم كسر منك ولا يهمك، كل ده هيتجمع وهتبقى صينية زي العسل من ايدك ان شاء الله. شوفوا انا بجمعها ازاي، ولا يهمني ولا اقول دي باشت ولا عملت مني، لا لا لا، مفيش الكلام ده عندنا، كله هيتجمع وهتبقى صينية حلوة حلوة ان شاء الله. اديها سمنة برضو، كده حطيت 2، احط كمان 2، يبقى انا حطيت ايه 4 فوق.
سليمة اهي. نحط عليها سمنة كده. بصوا بقى، هجيب بيه شوربة واسقي بقى ايه الاطراف كده، وامشي على الاطراف كلها كده اهو، من هنا كده كلها كده كده كده. واجيب بقى كمان كبشتين كده صغيرين واسقيهم بس، وايه اسيبها ايه تريح شويه، مش هدخلها الفرن على طول، اسيبها كده تريح على بعض. ادي صينيه الرقاق طلعت اهي ما شاء الله، شايفين الجمال. هنغطيها بقى 5 كده عشان تطرى، لو مش عايزاها تطرى ما تغطيهاش، احنا عايزينها طريه شويه. هنغطيها 5 ونرجع. بص ما شاء الله، بصوا شايفين الجمال، اللهم صل على النبي. بصوا شايفين التوريقه بتاعتها، بصوا الجمال. نوريها لكم في الطبق، بصوا تحفه فنيه. بصوا الجمال، فطيره مش رقاقه دي. ايه رايكم؟ شايفين؟ اللهم صل على النبي. جميله بألف هنا للي هياكل واللي شاف واللي هيعمل زينا، هيقول له يا عمنا. ايه رأيكم؟ عسل صينية رقاق من الآخر. يلا بقى لايك واشتراك، انا نسيت اقول لكم ده في الاول طبعا، قليل قوي اللي هيوصل معايا ان هي حد هنا. لايك واشتراك في القناة وكبروا القناة كده وشوفوا بذمة. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وبالفتة واللحمة والرقاق معيدين، والكبدة والكلاوي وكل الحاجات الحلوة بتاعت العيد. يلا اشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.